في الفيديو اللي فات واللي قبله اتكلمنا عن توزيع الهواء وشكل توزيع الهواء، واتكلمنا على النويز وازاي بنقدر نفهم موضوع النويز ومعنى النويز كرايتيريا قد ايه، او المخرج بتاعي ده بيعمل النويز كرايتيريا قد ايه. خلينا في الفيديو ده نعمل كده خريطه شامله لموضوع المخارج وامتى اختار المخرج، فايده تكنيكال معينه ان هي بترمي سوق اعلى مثلا او بتعمل لي فانكشن معينه، وفي احيانا كتيره بيبقى ممكن يكونوا الاثنين بيأدوا نفس الفانكشن بس اختلاف في الشكل المعماري او الشكل الديكوري بيفرق معايا كتير قوي في موضوع مخارج الهواء. اولا ساعات بنلاقي مسميات زي الجريل، تمام؟ الجريل هو بيبقى طبقا للاشري 70، الستاندرد بتاع الاشري 70 بيقول لك ان الجريل هو الحاجه اللي بيبقى توزيع الهواء فيها يعني شبه كانه 90 درجه، كانه طالع ب 90 درجه او زاويه توجيه بسيطه. ولو انا مركب عليه دامبر يبقى اسمه ريجستر. او الديفيوزر، لا الديفيوزر بقى فيه شكل توجيه هواء، في الاغلب بيستخدم بقى مع الحاجات الاندور وتوزيع الهواء، ده بيديله مسمى الديفيوزر. والاشري ستاندرد 70 كذلك بيدي مسمى تالي للجزء بتاع السلوت، تمام؟ اللي هو بقى سواء بقى السلوت لينير او الحاجات اللي شبه كده اللي هي فيها توزيع طولي. وان كان الاشهر هو استخدام فكره الجريل ريجستر الديفيوزر. نيجي لاشكال توزيع الهواء، اشكال المخارج. اولا عندي الاشكال اللي هي بيبقى فيها الاسبكت ريشيو يعني شبه قد بعض او مربعه. هنلاقي عندنا فيها الريكتانجولار سيلينج ديفيوزر، هنلاقي السيركولار سيلينج ديفيوزر، هنلاقي السويرل، هنلاقي البرفوريتد مثلا. هنلاقي بعد كده حاجات فيها شكل طولي شويه، هنلاقي حاجات زي السلوت لينير او لينير سلوت ديفيوزر، هنلاقي الفلو بار، هنلاقي اللينير بار جريل. هنلاقي حاجات بقى اللي هي بركز فيها على توزيع الهواء بسوق عالي او مسافات كبيره، هنلاقي عندي الجيت والاي بول ديفيوزر. هنلاقي حاجات بقى اللي ليها حاجات سبيشال كيسز شويه زي اللامينر اير فلو، زي الريزد فلور جريد. اللامينر اير فلو الحاجات الطبيه، والريزد فلور جريد لتطبيقات زي الكراك يونتس والتطبيقات الداتا سام. اللي هنقوله دول اشهر الحاجات واشهر اشكال مخارج الهواء اللي بنتعامل معاهم، ويمكن في اشكال تانية وتصميمات تانية ممكن تبقى وزن الحاجات اللي احنا هنتكلم. اول حاجه او اول شكل عندي هو السكوير او ريكتانجل سيلينج. ده في منه ممكن الاشهر هو اللي بيبقى المقاس بتاعي مربع كده 60 في 60. ممكن استخدمه باشكال مختلفه 2 واي و3 واي و1 واي وهكذا على حسب شكل التوزيع بتاعي. بيبقى مناسب جدا مع بلاطات السقف اللي بتبقى بنفس المقاس بخلعه. في شبهه يعني قريب جدا من بروفايل توزيع الهواء بتاعه هو السيركولار سيلينج، بس ممكن يبقى شكله المعماري اظرف لو انا عندي اشكال دائريه، او لو انا عندي صاج اكسبوزد مدور، فبالتالي ممكن استخدم معاه الصاج بتاعي راوند، استخدم معاه مخرج مدور هو كذلك، يبقى ماشي بالشكل الستايل المعماري. عندنا نعتبر بديل ليه اللي هو السويرل. السويرل ممكن استخدمه كبديل للسيركلر او للريكتانجولار، او ممكن استخدمه بقى هو بديل كفء شويه في توزيع الهواء، لان الهواء شكل الهواء بيطلع بشكل دائري بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، او بيطلع سويرل. طبعا ده تايب من التايبس بتاعت السويرل، في اشكال منه تاني. فكرته كلها انه بيطلع الهواء بشكل سايكلون كده، فده بيخلي توزيع الهواء او الاختلاط بتاع الهواء افضل. هنلاقيه كتير قوي بيستخدم في مصانع الادويه بالذات. وطبعا في اشكال زي البرفوريتد يعني في الشكل اللي هو بيبقى الالومنيوم العادي اللي احنا بنستخدمه، ممكن يبقى شكل الفور واي او باشكال توزيع مختلفه وعليه جزء برفوريتد، ده بيحسن شويه في توزيع الهواء بتاعه. تاني حاجه طبعا هي الاشكال بتاعت زي اللي ما قلنا اللي هي بتوزع بشكل طولي. هنلاقي طبعا اشكال زي اللينير سلوت ديفيوزر اللي احنا شايفينه، نلاقي عندنا اللينير بار جريل، وعندنا الفلو بار. الفلو بار كمان شبه جدا اللينير سلوت ديفيوزر بس بدايمنشنز مختلفه شويه او بشكل توزيع مختلف شويه. اللينير سلوت ديفيوزر او اللينير بار جريل ميزتهم الاساسيه ايه؟ ان هو بيوزع بشكل طولي. هنلاقي دايما المخرج عرضه قليل بس طويل جدا. هنا ممكن اوصل بقى الاطوال بقى 2 و3 متر وهكذا باللاقيه عادي جدا. شكله انيق شويه في توزيع الهواء بتاعه. ممكن اعمل منه كيرفد او ميترد سيكشنز زي اللي احنا شايفينها كده بزاويه او حاجه زي كده، بيخليني اقدر اوزع الهواء بشكل كويس. حاجه تانية اقدر اعملها بالحاجات اللي هي الاغلب اللينير بار جريل بتبقى بتوزع بشكل جانبي، يعني في الحيطه، مش لازم تبقى في السقف بقى. ممكن تتحط في السقف طبعا، وممكن تتحط بشكل جانبي، وكذلك الفلو بار بنفس التطبيقات. طيب لو جيت اتكلم بقى على الحاجات اللي انا مثلا عندي مثلا حاجه بقى هاي يعني ارتفاعات سقف عاليه شويه او حاجات زي كده، تمام؟ فوق ال 5 6 متر، عندي بقى عايز سروق عالي، كميات هواء كبيره في المطارات، في الاستادات، في الحاجات اللي زي كده، ببدا اتجه للحاجات اللي زي الجيت والاي بول. الجيت ديفيوزر ممكن يتحط في سيكشن، ممكن يبقى اكتر من يعني 2 3 4 مع بعض في نفس المكان، والاي بيبقى واحد بس لوحده. الاثنين بيبقى فيهم توجيه. الاي بول توجيهه اكتر شويه، تقدر تتحرك فيه اتجاهات كتيره. والجيت ديفيوزر يعني الليميتيشن شويه يمين وشمال، بس اقدر اوجه بيه الهواء واقدر اعمل جيت لغايه مسافات بعيده بتوصل ل 30 واكتر. عندنا بعد كده الحاجات اللي هي سبيشال شويه زي اللامينر اير فلو، او اللي هو بيبقى زي شبه البرفوريتد، بس هو طبعا بيتعمل بقى بسكشن ستانلس ستيل في الاغلب، بيتحط بقى في مكان للهيبه فلتر عشان استخدمه
بستخدمه مع التطبيقات الطبيه او الاوبريشن روم، وده طبعا بيبقى ليميتد زي ما قلنا للحاجات التطبيقات الطبيه. ممكن استخدمه في بعض الحاجات المصانع الاغذيه او الحاجات الطبيه او الحاجات. اخيرا طبعا الريزد فلور جريد. الريزد فلور جريد بيتحط مع التوزيع الارضي او اندر فلور اير ديستريبيوشن، ولازم يتحمل الاوزان بتاعه المعدات سواء بقى كراك يونتس او المعدات اللي هي زي الراكات نفسها بتاعه الداتا او حتى البني ادمين هم ماشيين. فبالتالي هو بيتعمل غالبا بيتعمل بقى جالفانايزد ستيل دهان وهكذا، بحيث ان هو يتحمل اوزان الناس اللي ماشيه. كده قلنا بشكل سريع الخريطه بتاعه انواع مخارج الهواء الاكثر استخداما. خلينا من الفيديو الجاي نبدا ناخد كل مخرج ونبدا نتكلم عليه بشكل تفصيلي اكتر.